مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. مشتاقة لكم هواية وقلت اليوم أنا لازم أطلع أحكي لكم بهذا الموضوع. اليوم كمان تصوير من وقت وكنت حابة أقعد أسولف وياكم. يجوز شفتوا الستوري اللي أنا نزلت لكم إياه الصبح عن هذا المدرس اللي كان مسوي منشورات بالشارع على مود يجيله طلاب، يعني مثل واحد يسوق لنفسه بطريقته الخاصة ودفع فلوس على مود يسوق نفسه بهاي الطريقة. وشون أكو أشخاص يعني ضعفاء نفس نقدر نقول عنهم شققوا هاي المنشورات مع الأسف وقهروا هذا الإنسان. الشيء يعني الفكرة من الموضوع اللي ردت أحكيه شيء أنا دائما أذكر نفسي بيه وحابة كلش أحكي لكم، يعني عن طريقكم راح أذكر نفسي بيه، لأن أنا دائما أقول هذا الكلام النفسي. بالبداية إحنا كنا نعرف إنه الحمد لله الرزق بيد رب العالمين، مو بإيد البشر نهائيا، ما حد يقدر يتحكم بهذا الشيء. أنا دائما أنطي دروس لنفسي، يعني أو بمعنى أروض نفسي. دائما عندي قناعة انه بهاي الحياة اكو مطبات احنا راح نواجهها. هاي المطبات ممكن تكون على شكل اشخاص، هذول الاشخاص ممكن نشوفهم بحياتنا طاقتهم ما تتقبل طاقتنا. هذول الاشخاص ممكن ما يحبوننا، يعني هم يشوفوننا اشخاص ما ننحب، رغم مثلا ملايين الناس ممكن يحبوننا، بس هذول الاشخاص ما يردون يحبونا وما يتقبلونا. وبالنهاية ما حد يجبر أحد إنه يتقبل أحد ويحبه. يعني أنا مثلا من أجي مكان هذا الشخص ما يحبني، أنا ما أروح أجبره حتى يحبني. بالنهاية هي شلون أقولكم حرية شخصية واختيار للأشخاص. بس الفكرة من الموضوع انه احنا هاي المطبات اللي نواجهها اللي تكون على شكل هاي الاشخاص اللي نسميهم مصاصي الطاقة احيانا، او يكونون اشخاص خبيثين ممكن يسوون مواقف انقطع الستوري. فهذول الاشخاص الخبثاء او اللي يأذون او اللي ما يحبون هذا الشخص يرزق او هذا الشخص ينجح، هذول لازم يكونوا موجودين بحياتنا. يعني انتوا رضيتوا او ما رضيتوا لازم يكونوا موجودين بحياة كل شخص، شنو ما كان شغله، شنو ما كان عمله، شنو ما كانت موهبته، شنو ما كان يدرس، اي شيء بهاي الحياة لازم نواجه هذول الاشخاص بحياتنا. اللي ردت اقوله انه اني رأيي الشخصي كبراء شلون اتصرف بهيج مواقف. نهائيا هذول الاشخاص من يأذوني او من يخبثون علي او من يحجون على سمعتي او من يحجون علي بظهري، او حتى اذا يكتبون ينشرون اي شيء اني ما ارد. ليش؟ مو لان اني شخص جبان او يخاف او ما يريد مثلا يدافع عن نفسه، او مثلا اذا عندي شغل احد اذاني بشغلي اروح انتقم ولازم هاي. فبرأيي الشخصي اني انه الانسان ما لازم يرد، لانه طول ما رب العالمين موجود هو راح ياخذ حق اي احد، مو اليوم باكر، مو ورا اسبوع، ورا سنة، ورا شهر، ما تعرفون. هذا رب العالمين هو الشيء يحدده. والله العظيم اذا سولف لكم مواقف صارت وياي، يعني مثلا تصير وياي موقف مثلا شرير من احد، ارجع مثلا ابكي واتضايق وبعدين اقول بيني وبين نفسي استغفر الله يا ربي، الله يسامحهم، الله يهديهم، او حسبي الله ونعم الوكيل بداخلي. بس بعدين ارجع طبيعية بالتعامل، وبنفس الوقت انسانيتي ما اغيرها، يعني ابقى نفس ما اني من داخلي. ايش قد ما العالم ممكن انها تأذيني اني ابقى احسن من عندهم وافضل من عندهم. هذا الشيء الانسان لازم يفتخر به، من يواجه هواي صعوبات بحياته، من يواجه هواي اشخاص خبيثة بحياته، من يخسر هواي شغلات بسبب عالم، بس يبقى بانسانيته ويبقى بقوته. هذا بحد ذاته لازم يفتخر على هذا الشيء. ما أكذب عليكم، اني انتو اي شخص باللحظة اللي تصير ويانا موقف ويا اي شخص، من داخلنا نحس بكمية الغضب يصعد لينا يوصل لينا، نحس نفسنا نريد نفجر، نريد نكسر، نريد نسوي كل شيء، بس من احنا نعدل العشرة بداخلنا حتى نهدئ نفسنا انه ما نخسر ذاتنا، ما نخسر انسانيتنا، ما نخسر هاي الاشياء. صدقوني ومن ترجعون للبيت او لاي مكان انتو تحسوا مكان تقعدون ببحتكم، تتنفسون، بعدين تقررون انه تسامحون هذا الشخص بداخلكم وتعوفوا رب العالمين. والله العظيم بعد فترة راح تتفاجئون شلون انه صار وياه موقف لدرجة انتو تنقهرون عليه وتقولون خطية يا ربي، يعني شنو ما يسوي خلاص
إن شاء الله يا ربي الله يسهل عليه أو تنحل مصيبته أو مشكلته. فهذا